لنا فيديوهات سابقة عن بعض أغرب الأمراض العقلية، وهحط روابطهم في الوصف، وهنكمل الكلام على بقية الأمراض الغريبة دي. 16. الإحساس المواكب للمراية. في برنامج تلفزيوني اتكلمت واحدة من المشاهدين وقالت إنها لما بتشوف حد بيعمل حاجة بتحس إنها هي اللي بتعملها، فلو شافت اتنين بيحضنوا بعض بتحس إن هي اللي اتحضنت، ولو شافت حد اتخبط أو اتعور بتحس هي بالألم، وعلشان كده ما بتقدرش تشوف حد بياكل عشان بتحس إن الأكل بيخش جوه بقها هي. الحالة دي من الإحساس المواكب للمراية اتولدت كده، لكن في البعض بيجيله الإحساس ده بعد جلطة، وأول حالة ظهرت سنة 2005. 17. متلازمة القدس. زار واحد ألماني مدينة القدس عشان يدرس الديانة اليهودية، لكن انتهى بيه الحال إنه جاله نوبة ذهنية في كنيسة الإيمان، وبحسب الباحثين فإن الراجل ده عانى من متلازمة القدس، وهي ظاهرة بيظهر فيها رواد المدينة المقدسة أوهام دينية وأفكار ذهنية. وأفاد أطباء نفسيين إن 1200 سائح دخلوا مستشفى أمراض نفسية بيعانوا من مشاكل عقلية شديدة ظهرت في القدس بين 1980 و 1993. 18. الإهمال النصفي. بعد جلطة في المخ أحيانا بيبدأ بعض الناس يهملوا نص عالمهم، ففي بعض الحالات واحد ساب نص الأكل في طبقه رغم إنه لسه جعان، وواحد تاني رسم ساعة حيطة وفيها نص الأرقام بس. 19. أفانتازيا. راجل عنده 65 سنة فجأة فقد القدرة إنه يتخيل أشكال الحاجات في عقله بعد جراحة في المخ، وبعد الفحص لقوه مش قادر يتخيل أي أشكال رغم إن ذكائه زي ما هو في اختبارات الذاكرة البصرية والتخيل البصري. وبعد الإعلان عن الحالة دي اتقدم 20 واحد تاني وقال إن عندهم نفس المشكلة، وعلى الرغم من إن أسباب المشكلة دي لسه مش واضحة، فالعلماء سموها أفانتازيا من الكلمة اليونانية اللي معناها التخيل. 20. متلازمة الراس المتفجرة. واحد هندي عنده 57 سنة فضل يلف على الدكاترة بيشتكي إنه 4 مرات خلال السنتين اللي فاتوا صحي من النوم على صوت انفجار في نص راسه اليمين. في الحقيقة فإن الحالة دي اللي بيعاني فيها المريض من صوت عالي زي انفجار قنبلة أو طلقة رصاص، لكنها مش بتسبب أي ألم أو ورم أو أي أذى جسمي، وللأسف مفيش تفسير للي بيحصل، لكن الضغط النفسي والإرهاق ممكن يكون له دور في اللي بيحصل. 21. متلازمة اللكنة الأجنبية. بعد إصابتها بجلطة في المخ واحدة أيرلندية عندها 39 سنة فقدت القدرة على الكلام، وبعد العلاج بدأت تتكلم بلكنة فرنساوي رغم إن عمرها ما سافرت برا أيرلندا وما تعرفش غير الإنجليزي. الست دي اتشخصت من متلازمة اللكنة الأجنبية، وهي اضطراب نادر في الكلام سببه غالبا جلطة، لكن ممكن يظهر بسبب صدمة أو مرض عقلي. والحالة دي ظهر منها 62 مريض ما بين 1941 و 2009. 22. اضطراب الشخصية الانشقاقية. المرض ده كان في الأول اسمه اضطراب تعدد الشخصية أو انفصام الشخصية، وكان الناس بيخلطوا بينه وبين الفصام اللي هو الشيزوفرينيا. وبصورة عامة 1% بس من المصابين بيه بيكون عندهم من 2 ل 3 شخصيات مختلفة، وساعات أكتر، لدرجة إن أشهر حالة كان واحد اسمه ميلي ميليجان اتقبض عليه في جرائم متعددة سنة 1978 ولقوا عنده 24 شخصية مختلفة منها شخصية واحدة ست. والجمعية الأمريكية للطب النفسي بتقول إن مريض الشخصية الانشقاقية بيعاني من مشاكل في الذاكرة والعاطفة والإدراك والسلوك والإحساس بالذات واضطراب في الهوية. والمرضى بيتنقلوا ما بين الشخصيات وممكن يفضلوا الشخصية لمدة ساعات أو حتى سنين، وبيتنقلوا ما بينها بدون إنذار وفجأة، ومن المستحيل إنك تقنعهم إن عندهم المرض ده. علشان كده المصابين دول ما بيقدروش يعيشوا حياة طبيعية وبيتحجزوا في مستشفيات الأمراض العقلية. استنوني في فيديو جديد وموضوع جديد، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد. ولو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وشير.